تمام. لان انا شفت نفسي في الصوره، انا والله العظيم عيطت لما شفت نفسي، ودلوقتي انا اللي بيشوفني ما بيعرفنيش. السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله معانا النهاردة صديقتنا آية. ما شاء الله بعد عملية التكميم بقالنا حوالي 7 شهور، خسينا حوالي 53 كيلو، ما شاء الله رقم كبير جدا. وهي حابة تصور معانا النهاردة برضو وتنقل لنا تجربتها بالكامل. قول لنا بقى آية، إيه اللي خلاكي تفكري الأول في العملية وبقى على رحلتك خلال الفترة اللي فاتت دي؟ بص، هو حضرتك في الاول انا اساسا ما كنتش لما باجي امشي او اروح في حته كنت بتعب، وعلى طول كنت بشتكي من رجلي. ان انا لما رحت كشفت الدكتور قال لي عندك خشونه. طبعا كان وزننا 150 كيلو، فده عالي جدا. يعني وكنت تقريبا بمشي- عندنا حوالي 90 كيلو زيادة عن الوزن. وكمان لما كنت بمشي مشوار كنت باجي باليومين ما اعرفش احرك رجلي. طيب قولي لنا بقى ايه، عشان في ناس بتكون متخوفه بعد فتره معينه من العمليه ان مجهودها هيكون اقل من الاول. اخبارك ايه في البيت، في شغل البيت، في الحركه عموما؟ لا كويسه والله. انا الاول كنت ما بقدرش اعمل اي حاجه، يعني ابني حتى لما باجي اوديه حضانه ما كنتش بقدر ان انا اقوم اللي انا اوديه. انا دلوقتي انا باكل بس على قدي، يعني اول ما احس خلاص بطني بدات لا توجعني خلاص بوقف اكل. فقولي لنا برضو ايه الفرق بين الدايت اللي كنت بتعمليه قبل العمليه والنظام اللي انت ماشيه عليه حاليا، لان دي نقطه مهمه جدا. لا بص، هو الدايت اصلا كان حاجات كتير ممنوعه، تمام. لكن دلوقتي انا باكل كل حاجه مسموحه لي وكميات بسيطه، ما بحسش بالجوع بصراحه. احنا قدامنا كمان 5 أو 6 شهور نزول في الوزن، ان شاء الله نكون وصلنا ل 60 كيلو ونصور معاكي تاني ان شاء الله باذن الله.